السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن روايتين مشهورتين جدا جدا جدا، وكانوا أساس اتنين من أشهر الأنميات. واحد منهم من الجيل الذهبي للأنميات، أو زي ما أنا بحب أسميه كده، واللي هي أنميات أواخر الثمانينات بداية التسعينات يعني. ألا وهما الأنمي أولا اسمه أنمي سان شوجي، أو بالدبلاج العربي فرقة الفرسان، أو اللي هو متاخد من رواية الفرسان الثلاث. الأنمي كان بيتعرض على قنوات عجمان وعمان والبحرين، كل القنوات اللي احنا كنا بنتفرج عليها دي واحنا أطفال صغيرين قبل لما نعرف يعني ايه انمي اساسا. المهم الروايه الثانيه الا وهي الكونت مونتي كريستو. الروايه دي اتعمل منها انمي اسمه كونت مونتي كريستو، والانمي ده كان بيتعرض على سبيس باور طبعا. الروايتين دول الاثنين دول بالاساس من تاليف واحد عبقري فرنسي اسمه الكسندر دوماس او ديماس. طبعا كلمه ديماس دي هترتبط في دماغنا بالفول مدمس. اللي اخترع الفول مدمس بالاساس كان واحد اسمه ديماس، وده كان راجل يوناني. الكسندر ديماس ده كان كاتب روائي فرنسي شهير. ابوه كان جنرال مخلط العروق، يعني والده فرنسي من طبقه نبيله، وام افريقيه اسمر البشره، فكان بيلقبوه بالشيطان الاسود يعني. ديماس طبعا ديماس ده لقب جدته الافريقيه، مش لقب جده اساسا، ودي قصه بقى تانية يعني، ان هو جده انفصل على جدته، فبالتالي ابوه خد لقب جدته. قصه كده ملهاش دعوه بيها ومش هتاثر علينا بحاجه. من اهم اعمال ديماس طبعا اللي اثرت في الادب العالمي الفرسان الثلاثه او 3 موسكيتيرز، والكونت مونتي كريستو، وكسارة البندق. كسارة البندق طبعا دي روايه شهيره جدا جدا جدا، واتخذت اتعمل منها مسرحيه موسيقيه على ايد تشايكوفسكي الملحن الروسي الشهير والمؤلف الروسي الشهير. المهم طبعا ديماس من كتر ما هو كان عظيم دفنوه في البانثيون. البانثيون ده ككلمه يونانيه معناها كل الارباب، ودي مقبره العظماء الفرنسيين، ومن اشهر المدفونين فيها فولتير الفيلسوف الشهير، وفيكتور هوغو صاحب قاعده البؤساء. عشان نوضح برضو ان في احد الاتهامات اللي بيواجهها خصوم ديماس له سرق الروايات بتاعته عموما من كتاب مغمورين، او كان بيشتريها، او كان له مساعدين بيكتبوا رواياته، بمعنى ان هو بيألف الحبكه ويسيبهم ينطلقوا ان هم يكتبوا الاحداث وهكذا. اللي ده صحته من عدمه ايه معرفش، بس انا ذكرته من باب ذكر الشيء بالشيء يعني. ده هنتكلم الاول عن روايه الفرسان الثلاثه. روايه الفرسان الثلاثه دي اقتبس منها افلام والانميات والمسلسلات وهكذا، واقتبس منها يعني كرتون، يعني مثلا اتعمل منها كرتون هو بنفس الاسم طبعا الفرسان الثلاثه، بس كان بطل وكلب حاجه شبه كده. واقتبس منه طبعا ديزني اقتبست منه فيلم، عملت فيلم سنه 2004 بعنوان الفرسان الثلاثه، كان بطوله ميكي ماوس ودونالد داك وبندق. وبرضه اقتبسوا برضه منه حتى توم اند جيري، اقتبسوا منه فيلم سموه توم اند جيري اند ذا تو موسكيتيرز. انا ما اعرفش عملوهم تولي، بس هو يعني ايه عشان يبقى كده يعني توم اند جيري. ما علينا. هنتكلم عن الروايه الاولى. الروايه الاولى طبعا اللي هي فرسان الثلاثه تبدا في القرن السابع عشر، سنه 1625 تحديدا. صعد الملك لويس الثالث عشر، وده كان ملك تافه وعديم الشخصيه، ده حسب وصف الروايه او سرد الروايه. في صراع مع الكاردينال ده اللي هو السلطه الدينيه في وقتها، او ما يمثل بابا فاتيكان في فرنسا والكنيسه في نفس الوقت. الكاردينال طبعا كان له هيبه واحترام وحرس اسمه حرس الكاردينال. حرس الكاردينال ده ما يعادل الحرس الملكي، او ما يعادل حاليا الحرس الوطني. فلك ان تتخيل ان تقريبا كان عنده جيش خاص بيه. الكاردينال كان طبع في السلطه، كان بيحب يتحكم في الملك، فكان عايز يفرق بين الملك ومراته، فكان بيعمل على تلويث سمعة الملكة آن. في وسط الأحداث دي كلها كان في 3 فرسان يدينون بالولاء المطلق للملك، اللي هم أثوس وبروثوس وأراميس، ودول كانوا مشهورين جدا 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 في المملكة، لدرجة إن في شاب من أسرة بسيطة اسمه دارتينيان عايز يبقى فارس، هيتحدى الفرسان الثلاثة اللي هم أثوس وبروثوس وأراميس في ساحة مشهورة جدا، إن هو يعني هيثبت قدراته، وفي الآخر هيصمم بينهم علاقة صداقة، وبعد كده هيتعهدوا بالولاء لبعض وحماية. طبعا الموتو بتاع الفرسان الثلاثة كان الجميع للواحد والواحد للجميع، one for all and all for one. الرواية يقال إنها مأخوذة من رواية تاريخية، بمعنى إنها رواية فولكلورية، وديماس اكتشفها أثناء بحثه في الفولكلور الفرنسي. ده كان الرواية. بالنسبة للانمي، في الانمي حوار تاني خالص. انت عندك الانمي اولا خلاهم كلهم شباب، رغم ان احد القصص اللي تم ذكر اعمارهم فيها كانت بتتكلم ان واحد منهم عدى ال50 من عمره. المهم خلاهم شباب في حدود ال 18 سنة تقريبا، بحيث انه يبقوا ملائمين اكتر لجو للتصنيف بتاع الانمي اللي هو تصنيف المراهقين او الشباب يعني. غير كده انه خلى اراميس فتاة، انا ما اعرفش ازاي
ازاي قدر يعمل حاجه شبه كده اساسا، يعني حولها البنت اضطر انه يعمل حبكه تانية اساسا للمسلسل ده، غير انهم نزلوا اوفا بعد كده يشرحوا هي انضمت ليه فرسان 3 والجو ده. غير الاختلاف الاساسي والكارثي بالنسبه لي هو ان الروايه حصلت في القرن ال17 بينما ان الانمي صورها في انها حصلت في القرن ال18، 100 سنه فرق. فبالتالي من حيث اللي هو الديكوريشن، من حيث اللي هو الرسومات وهكذا. بس في المجمل انمي لطيف وظريف فعلا، وانا بعمل البحث ده عشان السكريبت بتاع الانمي ده تيجي لي كتير من الذكريات والنوستالجيا بتاعت الطفوله وكده. المهم ان ننقل لانمي تاني بقى خالص اللي هو الكونت مونتي كريستو. ده متاخد من روايه الكونت مونتي كريستو، طبعا لنفس المؤلف الكسندر دوماس. امير الانتقام فيلم شهير جدا لانور وجدي، وامير الدهاء لفريد شوقي. الفيلمين دول متاخدين من الروايه بالاساس اللي هي اتعمل منها افلام هوليوود بالهبل ومشهوره جدا في كل انحاء العالم. طبعا باي ذا واي القصه دي متاخده من الادب الفرعوني اساسا، من قصه اسمها الملاح التائح، ويقال والله اعلم انها قصه واقعيه. الروايه طبعا هي فرنسيه، بتتكلم عن ادموند وده بحار فرنسي بسيط جدا بيحب واحده اسمها مرسيدس، بعيدا عن الافيهات اللي احنا هنطلعها بعد كده عنها. بس حياه ادموند كانت عاديه جدا 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 لحد ما خسر نابليون قصاد التحالف الاوروبي ضده واتنفى لجزيره إلبا. المهم جزيره لما اتنفى نابليون لجزيره إلبا تم القبض على كل تبع نابليون او مؤيدين حتى نابليون. احد القضايا اللي كانت بتتعمل في وقتها كانت قضيه تأييد نابليون. اعز اصدقاء ادموند لفق له قضيه قتل تهم فيها ادموند، وتم ادانه ادموند بانه من مؤيدين نابليون، فتم سجنه لمده 14 سنه. هو طبعا كان مسجون لمدى الحياه بس هو هرب بعد 14 سنه. المهم في السجن قابل واحد اسمه الاب فرايا ده كان راجل عجوز في اخر حياته واتصاحب على ادموند وكان رحاله وجو من ده، فحكى له عن قصصه وحكاياته وعرفه بمكان كنز في جزيره اسمها مونتي كريستو. بعد ما مات طبعا ادموند اتحمس وهرب من السجن وعثر على الكنز وسمى نفسه الكونت مونتي كريستو. ودي كانت عاده عند النبلاء انهم بينسبوا انفسهم للجزيره او المدينه بتاعتهم يعني، فهو نسب نفسه للجزيره دي اللي هو تملكها، فبالتالي تسمى باسم الكونت مونتي كريستو. بعد كده هيقرر انه هيرجع لاصحابه، فاكتشف ان اعز اصحابه ده اللي غدر بيه اتجوز حبيبته مرسيدس، فقرر انه ينتقم ويقتل كل اللي اتامره، وهيقتل كل الناس اللي هم كل اصحابه اللي غدروا بيه، وهيحب بنت واحد من اصحابه دول، هتحاول تقنعه بقى انه يتخلى عن انتقامه ويبدا حياه جديده بلا بلا بلا. بس في الاخر برضه ايده هتتعكي بالدم، وفي الاخر هيخلص انتقامه وهيهرب معاها ويعيشوا حياه سعيده بعد كده. الانمي بقى حماده تاني خالص، ملكوت تاني لوحده. الانمي طبعا فيه فانتازيا اكتر من اللازم بصراحه. القصه اساسا بتجري في كواكب متعدده، يعني انت هتلاقي مثلا ان ادموند هيقابل واحد اسمه البرت في مستعمره القمر. البرت ده شخصيه مش موجوده في الروايه اساسا، وان البرت ده هو ابن صاحب ادموند وخطيبته او حبيبته عفوا مرسيدس. طبعا في الانمي البرت هيعجب بشخصيه الكونت، طبعا كان على ثقافه كبيره لدرجه انه هيقابله في اوبرا على القمر اللي هي ما علينا. انا مش مقتنع اساسا ان هي الروايه كلها روايه فرنسيه بحته، ده نقلنا فجاه على القمر ما علينا. الانمي بقى ادموند بيخطط للانتقام واحد اهدافه هيبقى البرت شخصيا، وانا حقيقه انا ما شفتش الانمي كامل فما اعرفش هم وصلوا لايه، بس اللي انا اخر حته انا كنت شفتها ان هو بدا يحب البرت ويتعلق بيه ومش عايز يأذيه والجو ده. طبعا الانمي 24 حلقه، اللي يحب يشوفه هكون كاتب اسمه انا في اللي هو في الديسكريبشن بتاع الفيديو ويبقى يعرفنا ايه اللي حصل. انا نفسي اعرف ايه اللي حصل بصراحه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.